مشاهدينا الكرام من خلال بي ان سبورتس، اذا الفار حاضر اليوم في هذه المباراه بقوه. تجهيزات بروفا تحضير تسخين لكاس العالم 2022 هنا في الدوحه، وايضا في قطر التي ستستضيف كاس العالم، وهذا هو العملاق الذي يريد ان يلتقي بالحارس ايضا طبعا حارس فريق بايرن ميونخ نوير في مواجهة كبيرة. الفائز سيلتقي مع بايرن ميونخ، لكن دعونا أولا نتمتع بهذه المباراة بين الشقيقين العربيين الدحيل والأهلي إذن وكل العرب. شكرا لمبارك مصطفى وائل جمعة مرة أخرى، ونذهب مباشرة إلى الزميل حفيظ دراجي الذي سيتولى التعليق على هذه المباراة. حفيظ الخط معك، تفضل. شكرا جزيلا لك زميلي الاخضر بالريش، والشكر موصول لضيفيك العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، الدفاع عمرو السلية، حمدي فتحي ومحمد مجدي افشا، بالاضافه الى حسين الشحات، طاهر محمد طاهر وولتر بواليا المهاجم الكونغولي في الخط الامامي لتشكيله نادي الاهلي. واول سقوط اكيد اثناء هذه المباراه يعطونا نكهه خاصه. يسرى ناحيه دودو، يحاول يمر من امام محمد هاني. دودو ومحمد الحكم الجواتيمالي ماريو اسكوبار يصفر خطا لصالح عناصر نادي المنافس لانه محترم، شيء طبيعي. وفي الكره الشناوي، الكره ترفع خطيره ومحمد العملاق يتمكن منها، تسديده وبعيده، مرت سلامات. الكرة مرت سلامات من هنالك عن طريق ديمينسون على خط ال 18. كل مدافعي الاهلي دخلوا. التسديده من بعيد مرت بعيده تماما على يسار محمد الشناوي. صفع من قبل اللاعب دودو، بعيد عليه دودو، والتغطيه دفاعيه فتو، راحت مباشره ضربه مرمى لصالح محمد الشناوي. دودو ومتقدم ميتشيل اولونغا اللاعب الكيني المستقدم للمستقبل لنادي. كرة من هنالك على الجهه اليسرى لصالح الاهلي، تنفذ بعيده في القائمه الثاني من معلول، والكرة الراسية من والتر بواليا مرت سلامات على صلاح زكريا. ضربة مرمى، أول مرة شفنا زكريا بعد مرور حد الآن 7 دقائق لعب. 0 مقابل 0 في النتيجة. الأهلي أمام الدحيل في ربع. هناك الأهلي، الكرة البعيدة البحث عن بوال، كرة خطيرة، كرة صعبة، الدفاع طاهر محمد الطاهر كاد يفعلها من امام صلاح زكريا، واول ركنيه في الكره البعيده من هنالك. التغطيه الرائعه والتوغل الممتاز والعوده القويه من هنالك لسلطان البريك، يخرج هذه الكره مباشره. هنا افشى من هنالك عمرو السلية، علي معلول، هنالك علي معلول، وسأل الكرة لصلاح زكريا يلتقطها من امام حمدي فتحي، والفنيين والاداريين واللاعبين، وانطلاقه صعبه لصالح عناصر على الجهه اليمنى. هاي كره صعبه في العمق، والتغطيه الدفاعيه عن طريق سبتي لعشاق الكره بعيدا عن الاهلي وعن الدحيل. الاهلي من المفروض هو اللي يتسيد. التغطيه الدفاعيه من محمد موسى، الشحات، الكره خطيره والدفاع يصد. الشحات كاد يفعلها حسين، وإباغة الحارس صلاح زكريا، ويهز الشباك في الدقيقة 11. هاي محاولة الانطلاق من هنالك، والتغطية الدفاعية، إثارة كبيرة واندفاع كبير من جانب عناصر نادي الدحيل الذين يريدون الدخول في المباراة. نادي الأهلي عن طريق طاهر محمد، كرة ممتازة، كرة قوية، علي كريمي ومحمد هاني، رجعت للخلف. سلطان البريك في التوزيع على القائمة الثانية بالراس، والدفاع يدخلوا بكل سهولة، تروح مباشرة لمحمد الشناوي. دفاع الأهلي مع الوقت، عندما أقول مع الوقت أنا لا أتحدث عن أيام وأسابيع وأشهر، بل أتحدث عن سنوات صار فيها محمد لاعب البرازيلي المعار من نادي بالميراس. الكرة البعيدة في القائمة الثانية والتغطية
دفاعية من أمام الأهلي في مصر وفي غير مصر، ولكن هذه القلة بحنجراتهم وبقلوبهم وعقولهم ونفوسهم وأزهازيجهم كذلك يصنعون أجواء في المدرجات. أنا شخصيا عندي مدة لم أسمع بها ولم أشاهدها بفضل هذا الوبال. من هنالك طلب الكرة في العمق اللاعب كريم بودياف من هذه التمريرة من إدوارد بيريرا لاعب البرازيلي المعار من نادي بالميراس. الكرة البعيدة في القائمة الثانية والتغطية الدفاعية من لونغا. كرة محمد بابا رائعة. تمريرة ولا أروع من مجدي أفشة بالمظاهر. تسترجع الكرة قطرية في الوسط، كريم بودياف يلعبها. خطيرة، تسديدة بابا جول. قلت لكم بأن السر يكمن عند حسين الشحات. يفعلها حسين، استلمها حسين وسددها الشحات وسجلها الأهلي هدف أول. يا سلام، الدقيقة 30 يفك شفرة المباراة حسين الشحات ويهز الشباك ويفتح مجال التسجيل الأهلي. لعبة ولا أروع من حسين، استلمها وسددها وسجلها جول. هاي اللعبة ضيعها كريم بودياف وضيعها من هنالك اللاعب بسام الراوي. تسديدة رائعة جدا على يمين الحارس وجول. هدف أول من أول كرة ومن أول فرصة. حسين الشحات يهز الشباك ويفمت طاهر. دخل حسين، رجعت مرة ثانية لعلي معلول، يلعبها في الوسط لحمدي فتحي. أول محاولة للتسديد من بعيد من حمدي فتحي. يا سلام، مرت عالية فوق مرمى الحارس صلاح الزكريا. ورجع مجدي، وصلته مجدي أفشة، يدخل علي معلول. خطيرة. يا سلام على علي وعلى محمد مجدي. يا سلام، كرة ثنائية ولا أروع. علي معلول مجدي أفشة علي معلول باليمنى ضرب الكرة، حتى وإن كانت لمسة يد فهي غير متعمدة يا علي، غير متعمدة. ولا أولونجا وصلتهم كرات في الجهة المقابلة بالنسبة لنا عناصر نادي دحيل. الانطلاقة مرة ثانية، عمرو السولية، وضعية تسلل أم لا. الكرة من بوليا، جول. بوليا جول. هدف ثاني لعناصر نادي الأهلي. هل هناك وضعية تسلل أم لا؟ الملعب ينفجر. الكونغولي والتير بوليا استلم كرة في العمق وانفرد، توغل وبمصراح. تقنية الفار ستقرر هنالك في الغرفة إن كان الهدف صحيح أم لا. بوليا ينتظر، الأهلي ينتظر والجماهير تنتظر. الحكم يقول وضعية تسلل. نعم، وضعية تسلل يحتسبها الحكم لدفاع نادي الدحيل. قلت وضعية تسلل منذ البداية تقريبا، تقديري مش بعد ذلك. كرة بالراس، مراوي دودو بعيد. الكرة هذه مولونجا، ومحمد الشناوي يتمكن من هذه الكرة. محمد الشناوي من امام مهدي بن عطية، خذ كامل وقته. محمد مجدي أفشة تلعب مع علي معلول. محمد مجدي أفشة هو الحلال العقد. ترسل كرة بعيدة تماما هنالك لطاهر محمد طاهر. كرة بعيدة. يا صلاح. الكرة من هنالك على الجهة اليسرى وتروح مباشرة في الركنية من أحمد ياسر. يا له من خلل ويا له من خطأ، كاد يكلف الدحيل غاليا. خروج موفق لماركو إسكوبار، يصفر نهاية الشوط 1-0 للأهلي بجدارة واستحقاق. عودوا التقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين. تفضلوا بالبقاء معنا. زميلي الأخضر بريش، لحظات سيكون لديك الخط. تفضل وضيفيك العزيزين. بن علي في الرياض، في الريان الذي يحتضن بدور مباريات هذه المجموعة مع تغييرين في بداية هذه المباراة بالنسبة لفريق الدحيل مع بداية الشوط الثاني في محاولة للعودة. لمر إدميلسون أرضية. الدفاع
رائع. الكرة هذه المراوغة من البرازيلي إدميلسون صاحب 10 أهداف مع فريقه، يلعب بنفس التشكيل في هذا الشوط الثاني، وأولى الكرات عن طريق أحمد ياسر والكرة بعيدة. طبعا نبدأ بالفريق الأهلي في التشكيل مع محمد الشناوي في الحراسة، محمد هاني على الجهة اليمنى، علي معلول على الجهة اليسرى، أيمن أشرف رفقة بدر بنون، حمدي فتحي، محمد وقدراته في الارتقاء ترفع الكرة مرة ثانية بالراس، مهدي بن عطية وراحت ضربة مرمى يحتسبها الحكم. 33 سنة بالنسبة لمهدي. من هنالك لحسين الشحات في المراوغة، يدخل حسين، راح حسين، ما زال عنده كرة خطيرة، لعبة رائعة لمن طاهر، محمد طاهر، التوغل من هنالك على الجهة اليسرى بل حسين الشحات، حسين والتوزيع والدفاع يتدخل، ما زالت الخطورة لعلي معلول، التغطية من محمد منتاري وعلي معلول يخطئ من هنالك من امام عمرو البينية، كرة خطيرة، كرة خطيرة، وسلطان لا 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 غير متعمدة، لا 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 غير متعمدة، طبعا صعبة، كرة صعبة، إدميلسون، كرة إدميلسون ضيعتها يا هاني، والانطلاقة إدميلسون مرة ثانية، دخل إدميلسون، أوبا إدميلسون، والدفاع رجعت لكريم بودياف، كريم مرة ثانية بعيدة لسلطان البريك، والتغطية رائعة من محمد هاني، ثم محمد مجدي أفشة يخرج هذه الكرة بالرزانة اللي معروف عنها. تذكر بأنه المدربان بإمكانهما أن يحدثا خلال عناصر النادي الدحيل، توزيعة رائعة بالراس فريق الأهلي، وفترة جيدة يمر بها فريق الدحيل. دودو التسديدة والدفاع يصد، وخطيرة رائعة، التسديدة يسارية، فرصة ثمينة ضاعت محمد الشناوي، مرت من امام يديه ولكن عالية راحت فوق المرمى من حسن حظه هذه الكرة. يا سلام عليك يا محمد يا منتاري، المراوغة بروعة والتسديدة باليسرى. يا محمد يا الشناوي اراد ان يمسك هذه الكرة، لمسكها ولا ردها بل ضربت في يديه. وإدميلسون كرة خطيرة، إدميلسون ما زال إدميلسون، وهذه المرة محمد هاني يتفوق، وإدميلسون ثم مجدي أفشة يلعب مع محمد هاني، يتفوق إدميلسون، تفوق عليك يا هاني، تفوق عليك إدميلسون، تفوق عليك إدميلسون، وخطيرة، والحارس إدميلسون وخطيرة، والحارس محمد الشناوي حامي العارين الأهلي. يا سلام، تفوق واضح لإدميلسون على محمد هاني العائد من إصابة في هذه الكرة. يا محمد يا هاني، يا كرة تلعب على الجهة اليسرى في اتجاه أحمد ياسر، الأرضية، هاي صعبة، التسديدة أرضية، والحارس من إدوارد بيريرا دودو كاد يفعلها في هذه التسديدة من بعيد بالراس، وما زالت الخطوره لعناصر نادي الدحيل. كريم بودياف واختفى كذلك حسين الشحات، تسترجع الكره من بدر بنون، لم يقدر عليها وراحت سهله لمحمد الشناوي، سهلة وصعبة على محمد، كرة هكذا ساقطة، كان مضطر انه يرجع للخلف. الكرة من سلطان البريك بعيدة تماما في اتجاه محمد الشناوي، خلف لبدر بنون وحسين الشحات، توصل الكرة هذه لعليو ديانغ، المالي جاء من باماكو، عليو ديانغ استلم كرة ودخل وسدد على طول، كرة أرضية أمام صلاح زكريا، ما زال يطلب من هنالك كريم بودياف يرفع الكرة بالراس، الروعة من محمد الشناوي بعد الروعة الأولى والرأسية هذه. يا سلام، إدميلسون وبابا خطيرة، من إسماعيل محمد، هاي كرة صعبة، إسماعيل يدخل، إسماعيل يراوغ، إسماعيل محمد، خطيرة بالراس، محمد منتاري الذي قلب موازين هذه المباراة منذ دخوله في الشوط الثاني. شوف اللعبة هنا والارتقاء من محمد في القائمة الثانية. بدر بنون رايح بظهره، قدر يوقف من امام محمد. مجدي أفشة يرجع للخلف، تسديدة، الفريق المصري الأهلي
الذي يتأهل إلى المباراة النصف نهائية. بطل دوري أبطال إفريقيا يتأهل على حساب منظم هذه البطولة نادي الدحيل الذي لا يجب ولا يمكن أن يخجل.